بقى لو حضرتك شايف ان لا خالص انا مراتي ما اتغيرتش وهي زي ما هي وكل حاجه بس انا اللي اتغيرت، حضرتك احنا محتاجين بقى نقوم نغير البمبرزوته ده عشان احنا عيال صغننين وبنشبط في حاجات وبنغير راينا بسرعه. انا مش ضد ان علاقه فشلت في حاجه معينه وانت محتاج تصلح، اختار شخص مختلف، تمام، يبقى انت غلطت واخترت غلط من الاول. قصه بقى ان انت بقيت مطلق واتجوزت واحده تانية، حضرتك تتجوز 4 لمجرد الفرفشه والنعنشه زازه، تكنسي ان بيجي معاها المصاريف العيال في المستشفى وعي، وانت فين بجد؟ انت فين يعني؟ انت فين؟ ما 4 مرات بقى، ربنا يعينك. لكن بجد الطاقه البشريه الطبيعيه ان حضرتك هتستحمل واحده مننا كفايه قوي، بشخصياتها بقى اللي جوه بمودها. حضرتك بتعمل كده على سبيل التهديد، يعني هي ست اصلا هتفرح فيك زي كده. اسعار الذهب دي زيك تتجوز 4 وعايزه اشوف شبكتهم، اوريهم شبكتي واقول لهم ان انا اكتر وابوظ الجوازه. حضرتك بتقول لها كده عشان تحمسها اكتر بقى تشتغل على نفسها لان انتوا متغيرين مع بعض. بقول لك ان حضرتك غلطان لان ده كله هيضرب في وشنا دلوقتي حالا، هي هتبقى منكده وكمان شاكه فيك. فتاني لاخر مره، بعيدا عن الحرام والحلال لان انا عارفه ان ربنا محلل وكل الكلام ده، بحيث لحد متخصص لان انا متاكده انها ليها شروط معينه، مش وحضرتك قاعد بالفانيلا في البلكونه قررت عشان تضايقها مش اكتر. بقى نصيحه اخيره ان انت لو عندك مجهود يبذل في انك تبتدي علاقه تانية على القديمه، بالنسبه لي بجد لو وفرت كل المجهود والطاقه دي في العلاقه القديمه اصلا انتوا هتبقوا عايشين اسعد 2 في الحياه. الموضوع مش ورثت انك يبقى عندك كذا واحده تقعد تهندلها، عادي هندل مراتك وحاول تبسطها وحاول تسعدها على قد ما تقدر، وهي يجي منها والله، بس لما بتجوع بتقفش، بس هي بيجي منها والله.